السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يقرأ بفيت كبر برزدانتاችን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የዑለማ ጉባኤ ሰብሳቢ የሆኑ አባታችን ዓሊማችን ኢትዮጵያውን ወክሎ መጅልሱን ወክሎ ማህበረሰቡን ሁጃጆችን ወክሎ ያገኘነውን ድል ሽልማት ወደዚህ መጥቶ እንዲቀበሉኝ በአክብሮት እንድትሸኙልኝ ጠይቃለሁ። በ1447ኛ ዓመተ ሂጅራ የሐጅ ስኬት የአልማዝ ደረጃ ሽልማቱን ርክክብ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚፈጸመው። ርክክብ የሚያስፈጽሙልን የሐጅ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር መሐመድ ሳላህ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ይሆናል። تكبير تكبير تكبير. أيها الحضور الكرام، نصل الآن إلى اللحظة المميزة من برنامجنا حيث تم التسليم. የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የክብር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ወደ መቀመጫቸው ተቀበሉልን። በመቀጠል ዶክተር መሐመድ ሳላህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የሐጅ ዘርፍ ኃላፊ ንግግር ያደርጉልናል። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላሂል አሚን ወዐላ አሊሂ ወአስሓቢሂ ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. أصحاب المعالي والفضيلة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ورئيس هيئة علماء إثيوبيا، أصحاب المعالي نواب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صاحب المعالي وزير السلام الأستاذ محمد إدريس، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم في هذا الحفل المبارك لنحتفي بإنجاز وطني مشرف حققته بعثة حجاج إثيوبيا، ولأول مرة في تاريخها جائزة لبيتم للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. إن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية واضحة وعمل مؤسسي جاد وتكامل بين القيادة والعلماء والجهات التنفيذية، وسعي صادق لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. لقد عملت البعثة على إحداث نقلة نوعية في مختلف الجوانب، حيث تم تطبيق الأنظمة واللوائح بدقة والاستفادة من التقنية الحديثة في إدارة الحجاج، وتحسين جودة السكن من خلال اختيار فنادق مناسبة، وتطوير خدمات النقل والمعيشة، وتوفير الرعاية الصحية عبر العيادات. كما تميزت البعثة بخدمات مبتكرة، منها توزيع البطاقات التعريفية لجميع الحجاج، وتنظيم السكن بأساليب حديثة عبر ترقيم الغرف وإلصاق الصور، وتقديم باقات متنوعة تشمل خدمات VIP كبار الشخصيات، وخدمات خاصة للمقيمين، إضافة إلى إدخال حلول تمويلية وتقنية لتسهيل رحلة الحاج. ولم تغفل البعثة جانب التوعية والإرشاد، حيث تم التنسيق مع العلماء والدعاة لتقديم برامج توعية متكاملة. كما التزمت بالبدء المبكر
في التسجيل وإنجازه في الوقت المحدد، مع تطوير المكاتب والمرافق وتعزيز العلاقات مع الجهات المختصة في المملكة. وقد أثمرت هذه الجهود بفضل الله عن تحقيق هذا التميز، كما نال رئيس البعثة جائزة التميز في التواصل والعلاقات العامة، تقديراً للجهود المبذولة في تعزيز الشراكات والتنسيق الفعال. أيها الحضور الكرام، إن هذا النجاح هو مسؤولية مضاعفة ودافع لمزيد من العمل والتطوير لنواصل خدمة ضيوف الرحمن بما يليق بعظمة هذه الشعيرة ومكانة بلدنا. وفي الختام نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولتنا دولة إثيوبيا، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز، ونسأل الله أن يديم التوفيق وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.